السلام عليكم ومرحبا بكم كالعادة في قناتي إبريق الوصفات. جيتكم اليوم كالعادة بوصفة جديدة. وصفتنا متاع اليوم باش تكون جاتو موالو بالداكواز بطريقة جديدة وسهلة على الاخر وبنينة أهم حاجة. وبالطبيعة كان تحبوا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير من غير ما نوصيكم كالعادة تابعوا الفيديو للاخر. أول حاجة باش نبداها باش نحضر الداكواز. عنا لها 250 جرام لوز أحمر بقشور ومرحي. عنا كيف 8 بيض. عنا زادة 80 جرام تاع فرينة. عنا 250 جرام تاع سكر ناعم و100 جرام تاع سكر عادي حبيبات. هذوما هما كل المكونات. بالطبيعة اول حاجة باش نبداها هو ركضان العظام البيض حتى نتحصلوا على ميرانج. وبعد باش نضيفوله بشوية كسكر الحبيبات يعني السكر العادي حتى تولينا رغوة بالشكل هذيك. ديجا شاركت معاكم برشا وصفات متاع الداكواز تلقاوهم. وبعد باش نخلط النواشف الكلها اللي هما الفارينة واللوز والسكر محور، نخلطهم ببعضهم ونزيدهم البيض على 3 دفعات، معناها على 3 مرات، خاصة كونتيتي كبيرة متاع الداكواز ماذا بيكم تسيسوا بشوية البريباراسيون متاعكم، وبالطبيعة تخلطوها من الفوق للوطة باش تحافظوا على الكونتيتي متاع الهواء. هايكا القوام اللي نستحقوه. ومن بعد حطيت غادي الداكواز متاعي في بوش باش ندورها في المول هذيك. والكونتيتي اللي عملتها متاع 8 عظمات متاع داكواز قدت لي 2 جاتوات، يعني تنجموا تقسموها الكونتيتي. طب باش نحضروا كريم شوكولا اللي تجيب في الفور. عنا ليه 3 صفار بيض، 150 جرام شوكولاتة و150 حليب ذوبته في الميكرووند، وعنا 50 جرام بات نوازيت. اول حاجة باش نحط البات نوازيت مع الشوكولاتة اللي ذوبتها 150 جرام حليب و150 جرام شوكولاتة تكون نوعية باهية، ذوبتهم في الميكرووند. اللي ما عندوش ميكرووند ذوبهم في باماري ولا على نار هادية. باش نخلط هكا الشوكولاتة اللي ذوبتها في الحليب مع البات نوازيت. نجمو بات نوازيت تعملوها براليني، يعني نستعمل جوست بات نوازيت عادية معناها بفريوة مرحية وحتى وليت بات. حطيت 50 جرام. ومن بعد باش نضيف لها 3 صفار متاع البيض، كيف نكمل نخلط. توا ذاك الداكواز متاعي بعد ما طاب لازم ما يطيبش على الاخر، ما يطيبش معناها حتى يشيح باش نصب فوقه الخليط هذاك متاع الشوكولاته بالطريقه هذيك. ومن بعد بالطبيعه باش نزيد ندخله للفور. بالنسبه للفور مسخن على 180 راه. وبالطبيعه نوزع الخليط متاعي متاع الشوكولاته على كبر الداكواز. طب باش نحضروا الطبقه الاخرانيه متاع المولين نوازيت ولا كريم نوازيت. عنا ليها 2 صفار بيض مع بيضه كامله. عنا 40 جرام فرينة. عنا 200 جرام بفريوة مرحية كونكاسية وبقشورها. عنا كيف 200 جرام تاع زبدة و200 جرام سكر محور. باش نبدأ أول حاجة باش نركض الزبدة مع السكر المحور حتى نتحصلوا على بومات. وبعد باش نكمل نضيف لهم البيض اللي هما 2 صفار بيض وبيضة كاملة، ونكمل بالطبيعة كيف نركض. واخر حاجة بالطبيعة نكمل نضيف لها الفرويسيك اللي هي البفريوة 200 جرام وصل شسمو والفارينة. كيف توا الطبقة متاع الشوكولاتة شدت روحها، حكاية درج في الفور. طب باش نحطو الطبقة الاخرانية اللي هي متاع الكريم نوازيت. حطيتها في بوش باش تسهلي في التوزيع اكثر، باش نوزعها على كبر الطبقة متاع الشوكولاتة. ومن بعد بالطبيعة من بعد ما نكمل نوزع النوازيت زيد ندخلها للفور، زيد تجيب حكاية الدريج اخر حتى نتحصلوا على الشكل يكون هكاكا. معناها زينتها بطريقة عشوائية مركزتش برشا في التزيين. وبالطبيعة نتوما كيفاش تحبوا تزينوا انا جست حطيت شوية بيستاش من الفوق وشوية الكعبر البيض ذوك هكا. هاو تزيين سامبل على الاخر. والحاجة المميزة في الجاتو ذي اللي يبدا موالي وفي نفس الوقت يصبر معاكم برشا. توا لهنا يكون نهاية الفيديو. ان شاء الله عجبتكم الرسالة نتاع اليوم ونالت رضاكم، وبسلامة نتقابلوا ان شاء الله في وصفة اخرى.